راضي على النتائج هادو. كاين الصناديق، كانت ديمقراطيه واضحه المعالم. الاخوان يمكن لهم اهتموا بالبرنامج ديال السي بودريقه، وانا نقول بانه جد مسرور لان انجاح الديمقراطيه والناجح في هذه العمليه ككل راه ماشي اسمها بودريقه بوحده، هي فريق الرجاء الرياضي. لانه الان تقول خصنا ننساو المسائل التطاحنات اللي كانت في البرامج الانتخابيه، ونضافروا الجهود جميعا، لا من الجمهور لا من المسيرين لا من المنخرطين، الكل يجب يدور، لان المرحله مرحله صعبه جدا. وتنقولها وازن كلماتي بانه صعيب المرحله باش ديرها، وتنطلب النجاح لهذا الاخوان. ورش كبير، واش انتم مستعدين انكم تعاونوا المكتب؟ انا راه الاشاره استاذ، انا ما عمرني انا تجربتي المتواضعه نقدر نوضعها ماشي ضروري نكون في المكتب، ولكن خارج المكتب، لان عندي الهدف ديالي هو الفريق ديالنا يكون ينجح ويرجع في المكانه ديالو. انا كان عندي انا لا ما نقدرش نقولها لك، لان ما عارفش البرنامج، لان ذاك البرنامج اللي دخلوا به انا ما مامنش به. انا عندي برنامج مغاير، لانه هما بغوا يسيروا عن طريق الجمعيه، وتنقول بان الجمعيه اصبحت متجاوزه من ناحيه التدبيريه. الان خصنا نعقلوا التسيير باش نخرجوا الرجاء من الازمه. خصنا نرجعوا لي فون دانفستيسمون، ونرجعوا للشركه، ونرجعوا للاستثمار، ونحافظوا على الكيان ديال الرجاء. لان اللي قلت نرجعوا للشركه، بعض الجماهير غتخلع، غتقول بان باغيين نبيعوا الرجاء. الرجاء دائما غتبقى الجمعيه، الكيان الرجاء يبقى، اللوغو الرجاء، اللون الاخضر، اللعابه، الوازيس، تيسيما، الكل غيبقى داخل اطار الجمعيه بهذاك لو مينيموم دو بلوكاج. وهذوك الناس غيطردوا رهن الاشارات لونتربريز، ما يقدروش يبيعوا، ما غيتباعوش، لان دائما لا جمهور لا كاين غيبقى محافظين، غير لانه الجمعيه غتولي من بين اغنى الجمعيات، وغتقدر تواكب المتطلبات وهذيك الازمات اللي كاينه ديال الديون، وتغلب عليها باش تمشي لقدام. هذا هو المنظور ديالي. دونك كلا منظوري مع منظورهم ما كاينش، يمكن المنخرطين الان فهموا هذاك المنظور هي الطريقه الصحيحه. انا كنطلب وانا مرتاح بان باش نطلبوا الله ينجحوا في هذا العمل ديالهم. كنقولوا انها رساله من الحزبان من اجل تضافر الجهود من جميع المكونات. بالعكس، رساله كنطلب الان بانه سالينا الانتخابات، وقلتها داخل سميتو، هنأت الفريق ديال من العمل، وقلت لهم راه دابا غدا خاصكم تبداو، غدا خاصكم تبداو فوتخوش ليمونش وتمو بادين خدامين، لان ما عندناش الوقت اللي نضيعوا. لان الرجاء عند تلعب مقابله نصف النهائي ديال كاس العرش مع فريق الوداد الرياضي. من بعد نطلبوا الله بان هذيك المقابله غتكون هي المقابله اللي تنقذ لك الموسم الرياضي باش ترجع لافريقيا، لان لما ديتي الكاس ما يمكنش تلعب افريقيا، غتولي عندك زيرو لقب تلعب غير الشامبيون. والتجربه انا عشتها في 2016. وغدا خاصك تهيئ. هي كتنقص الضغط على انا المسابقات. لا، ولكن الظرف، لان الظرف فيه حتى ما تكاينش المسابقات، راه انت ماشي غتضغط ليه، ولكن عندك مسابقه مهمه يمكن لك تجيب لك اموال، هي الكاس العربيه. خاصك هي فريق كومبيتيتيف باش غيمشي. بوسعج قلت الاخوان داخل القاع، يجب عليكم من غدا الصباح حيدوا لي ميكرو لي بروجيكتور ونوضوا تخدموا.